صباح الخير او مساء الخير على حسب بتشوفوني امتى. هنعمل النهارده وجبه خفيفه جدا، تنفع في الدايت، تنفع فطار او عشاء، سهله وبسيطه واي حد يقدر يعملها. معايا هنا بيضتين. تمام. هحطهم في طبق واحط عليهم حوالي معلقتين من اللبن، رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. هضرب الكلام الجميل ده كله بشوكه، بمضرب، whatever انتي بتحبي ايه. تمام تمام، انا بحب اضربه بالمضرب عشان يديني الفوليوم ده ويبقى فلافي كده لما يستوي. هجيب الطاسة بتاعتي، هحط فيها معلقة زيت وهبدأ انزل بخليط البيض اللي انا ضربته في الطاسة. تمام. عندي هنا رغيف من التورتيلا، هنزل كده فوق البيض وهسيبه يستوي على نار هادية جدا. واول ما البيض يستوي معايا هقلبه على غطا او اي حاجة، وبعدين هرجعه تاني على ظهره على الطاسة. معايا بقى هنا طماطم، تقدري تحطي طماطم، فلفل، تقدري تستغني عنهم، يعني المكونات اللي تعجبك واللي تريحك. حط الطماطم واي جبن متاحة عندك، انا كان متاح عندي الشيدر والكيري. هبدأ اوزعهم على حجم البيض بالمنظر ده. طعم الشيدر مع الكيري بيبقوا ميكس لذيذ قوي 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 مع البيض والتورتيلا، جربوها صدقوني هتعجبكم. ابدا بقى اقسم الرغيف بالنص بالشكل ده، وهحمره على الجنبين كويس بحيث يديني القرمشه اللذيذه دي. واول ما يستوي معايا طبعا هفضل اضغط كده عشان بحيث البيض اتاكد ان هو استوى، لان هو بيبقى فلافي فبيبقى سميك شويه، فلازم تتأكدوا ان البيض استوى. تمام تمام. هجيب بقى هنا الطبق الجميل بتاعي اللي هاكل فيه. سوري على اللي حصل. هحط فيه البيض. على فكرة ما كنتش عارفة ان انا بصور. اتفاجئت. اوكي، مفيش مشاكل. خلاص هنا البيض استوى، هبدأ كده اقسمه من النص. طعمه بقى يا جماعة تحفة، وعايزة اقول لكم وجبة مشبعة جدا جدا جدا، سواء فطار او عشاء. واتمنى تجربوها بألف هنا وشفا. اتمنى تكون عجبتكم الوصفة.